اهلا اهلا، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وفي احسن حال. جيت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيبقى روتين بره في الريسبشن. هنظبط كده بره الريسبشن مع بعض ونمسح والكلام ده، وبعدين هنخش المطبخ بقى نعمل اكل. عايزاكم تفتكروا المنظر بتاع الريسبشن ده كويس جدا جدا، لان انا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه ناويه ان انا اعمل تغيير جذري. هبيض بقى والكلام ده قبل رمضان باذنك يا رب. عشان كده مش هعمل تنظيفات عميقه دلوقتي، لان الركنه عايزه تتغسل والصالون. الفكره ان فرش الركنه مش بيتشال، لازم تتغسل وهي موجوده كده. الصالون بيتشال فهشيله طبعا، والمخدات بقى هشيل الكوشنز والحاجات دي عشان خاطر ايه نحط الكوشنز بتاعت رمضان. فكل ده هعمله، بس ان شاء الله يعني ايه ادوني كده اسبوع اسبوعين، عشان بس ايه اظبط فكرة ان انا لازم جوزي ياخد اجازة من الشغل عشان اعرف ان انا ابيض. اكيد انا مش هبيض لوحدي يعني. ف بظبطها كده معاه عشان الحق ان انا انزل الستاير وانزل السجاد عشان يتغسلوا، بحيث ان احنا نفنش بياض خلاص. وبعد كده على طول اعلق بقى الستاير واحط السجاد. وايه تاني؟ في حاجة تانية عايزة اعملها، وابتدي بقى ان انا اعلق زينة رمضان. فلو انتي لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة، وشايفاكي اللي ما حطيتيش لايك حطي لايك عشان الفيديو يترفع، وعشان لايك عشان خاطر اختك يعني. تمام. هنا بقى ايه، يوسف والاخت ديفا الاخت الفاضلة كانوا بيلعبوا بصلصال امبارح وبهدلوا لي الدنيا. طبعا ديفا بتاكل الصلصال يعني ده طبيعي. فلزقوا لي صلصال تحت السجاده، انا مش عارفه ازاي هم دخلوه تحت السجاده، بس المهم ان هو لزقوه لي على السيراميك تحت السجاده. فكان لازم ان انا اشيل السجاده وامسح والكلام ده، لان طبعا في فتافيت اكل وفي بلاوي زرقاء تحت السجاده. انا المشكله عندي ان ديفا لما بتلاقي، بصوا ماسكه الشراب في بقها ازاي، هي بس تلاقي حاجه تلاقي لقيه. مثلا يوسف كان بياكل سندوتش وسابه مثلا خلاص مش عايزه، تطلع على الركنه تقوم واخداه ونازله تفرفد بقى بيه الدنيا، يعني تبهدل بيه الدنيا. فدي مشكلتي بقى معاه. عشان كده دايما اقول ليوسف ما تسيبش اكل قدامها، ما تحطش الصلصال قدامها. هي لو هي مش فاهمه ده ايه، فلو لقيته هتاخده هتفرتكه. هي بتحب تلعب كده يعني. طبعا دي العاب الاخت الفاضله. كنت حطاها فوق عشان هي كنت معجباها يعني، فكنت حطاها على الكنبه عشان هي مش بتعرف تطلع على الكنبه. هنا بقى ايه، قلت انفض. انا منعاها منعا باتا انها تطلع على الكنب او الركنه او الكلام ده، انها تطلع تقعد لازم حد يطلعها. فهنا بقى ايه، عشان كنت فاتحه البلكونه امبارح ونسيت ونمت وسبتها مفتوحه، فقلت ايه انفضها كده تنفيض ايه على الماشي. انا كده كده هشيل الفرش اصلا بتاعها، وزي ما بقولكوا هغسله، فمش فارقه معايا قوي دلوقتي. لان انا متاكده ان انا لو شلته وغسلته حتى في البانيو هينزل بلاوي، لان هو جنب البلكونه على طول. وانا البلكونه عندي بتدخل تراب بطريقه انتوا لا تتخيلوها. معرفش التراب ده بيجي منين، مع اننا في شتاء يعني. الله المستعان يعني. الفتره اللي جايه انا خلصت المطبخ الحمد لله، ما عنديش اي حاجه فيه، هو بقى التفنيشات اللي من على الوش دي. وايه تاني، وزي ما بقول لكم الركنه والصالون هشيل الفرش بتاعهم. بس انا محتاجه ان انا الاول ان انا ابيض البيت، لان لسه هبيض برضو الطرقه وهبيض السفره. هشيل اللون الازرق اللي في السفره اللي جوه ده. فانا هعمل حاجات كتير قوي، فانا محتاجه ان انا يعني على الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله ابقى واخده قرار ان انا امتى. بس انا مستنيه بس جوزي يعرف يظبط اجازه، لان انا اكيد مش عايزه اجيب حد يبيض لي صراحه. لان سالت على الاسعار يعني مبالغ فيها، وانا يعني الموضوع مش مستاهل يعني. انا مش هعمل تفانين في الحيطه ده، انا هعملها لون ابيض يعني. انا هعملها كلها لون واحد، فمش مستاهله الارقام اللي انا بسمعها. فقلت له لا، احنا نجيب بقى اللي احنا البويه ونقعد نهبل مع نفسنا بقى، يعني تطلع زي ما تطلع كده كده شقتنا يعني. فمش حوار، فمش لازم نجيب حد يبقى صنايعي والكلام ده. ف هياخد اجازه وكده، وبعدين نبتدي بقى ان احنا ايه نبيض الاوضه بتاعت السفره واللي هي الصالون. زي ما قلت لكم بقى هعمل السفره والصالون والركنه والطرقه، وممكن اوضه يوسف لو اتبقى بياض، ما اتبقاش خلاص.
فان شاء الله ان شاء الله بامرك يا رب. هو جوزي بيقول لي طب نعملها قبل رمضان، يعني نعملها على 1/3 ان هو ياخد اجازة يعني على 1/3. قلت له لا، انا عايزة 1/3 ده ابقى فرشة والدنيا معايا تمام، بحيث ان انا بعد كده احط بقى حاجة رمضان والزينة والكلام ده وخلاص، بس ابقى فرشت يعني، حطيت الستاير والسجاد وخلصت تفنيشات كلها. خصوصا ان انا اصلا بفكر ان انا اطلع النيش بره، فكرة ان انا اشيل النيش وانضفه وارصه وبعد كده عشان اطلعه بره مكان الركنة هنا افضيه تاني وازقه وارجع ارصه تاني من الاول، فبصراحة حاساها هدة. فانا عايزة اخد قرار انا هحط العفش ازاي، عشان ابدا ان انا تنظيفات بقى، ابدا ان انا انضف واشوف انا هعمل ايه. هل هدخل الصالون جوه واحط الركنه عند البلكونه واخلي السفره هنا مكان الركنه؟ انتوا قولولي شايفين ايه، انتوا شايفين الشقه كلها، انتوا اكتبولي كده في الكومنتات ايه انسب نظام. هل احط السفره هنا مكان ما انا واقفه والبوفيه والنيش وادخل الركنه جوه في الاوضه لوحدها، ولا ادخل الصالون هو اللي جوه واخلي الركنه هنا عند البلكونه؟ انتوا قولولي كده شايفين ايه، لحد بس ما انا اخد قرار البياض، وساعتها بقى كل حاجه هتبقى تمام. هنا بقى طبعا كنت بلمع بقى الخشب. عايزه اقول لكم ان ملمع الخشب ده تحفة تحفة، احلى ملمع خشب صراحة استخدمته، وريحته كمان بيخلي ريحة الخشب تحفة تحفة بجد. يعني انا مش هغيره يعني، خلاص بقى هعتمده الفترة اللي جاية. قلت هنا بقى ان انا اشيل المفارش دي عشان خلاص حسيتها مش نظيفة، وان شاء الله بامرك يا رب يعني هشتري مفارش جديدة يعني على دخلة رمضان بامر الله. بس هشيلها وافرشها على العيد، يعني هشتريها بس هفرشها على العيد، مش هفرشها دلوقتي. برجع بقى هنا كل حاجة مكانها، وبلمع طبعا لان كان في تراب، وانا بقالي كتير قوي ما لمعتش ترابيزه التلفزيون دي، فحاسه ان هي مطربه. وانتوا عارفين الابيض اصلا بيبان فيه اي حاجه، بس انا بصراحه بحب العفش الابيض، يعني العفش الابيض كده بيخطف قلبي. بحس ان هو بينطق المكان وبيخلي الدنيا يعني شكلها حلو. طبعا انا ان شاء الله هطلع الشاشة الكبيرة هحطها هنا وادخل الصغيرة دي جوه، وان شاء الله ربنا يكرمني واجيب شاشة كمان كبيرة. يعني نفسي اجيب واحدة 65 كده ولا حاجة، فان شاء الله ربنا يكرم كده ويرزقنا جميعا ويعيننا كلنا على العيشة يعني، وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له. عايزة بقى اشكر كل حد بيتفرج ان شاء الله على دقيقة واحدة بس من الفيديو. شكرا كلكم على راسي، وشكرا على اي حد بيكتب كومنت، وشكرا على اي حد بيعمل لايك او بياخد من وقته وبيكتب لي كومنت سواء حلو او وحش. شكرا بجد لكم كلكم، ومش عايزاكم بقى تنسوني في اللايكات. لو انت لسه ما حطيتيش لايك ووصلتي لحد الدقيقة دي، ما تنسيش تحطي لايك وتفعلي زر الجرس عشان الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله بأمر الله هتعجبكم بجد يعني. هنا بقى كنت خلاص مسحت واستنيت الارض تنشف وقلت افرش السجادة وحط الترابيزة. طبعا شايفين الترابيزة عاملة ازاي، طبعا احنا بناكل هنا، فاي حد بقى في ايده طبق في ايده كوباية الكلام ده، فالترابيزة دي بصراحة شايلة عننا كتير. وان شاء الله برضو بامر الله هبيضها مع يعني من ضمن بقى الحاجات اللي هبيضها الترابيزات سواء دي او التانية، لان لونهم اصلا مش عاجبني ومش عارفة كان عقلي فين وانا بجيبهم بني اصلا يعني. هنا بقى كنت خلاص خلصت. انتوا بقى اكتبولي في الكومنتات احط العفش ازاي واحط مكان هل ادخل الركنه جوه وتبقى منفصله زي زمان ولا لا. لو عندي صوره للركنه زمان هوريها لكم يعني. فكده انا خلصت بره وابتديت ان انا بقى اعطر المكان وعملت الجزامه ونضفتها وكده، وقلت بقى ادخل على المطبخ عشان اعمل غدا، لان خلاص كنت قربت انزل اجيب يوسف، فقلت اجهز الغدا قبل ما جوزي يجي من الشغل. فبس قلت الاول ان انا اشطب شويه الحاجات اللي في الحوض. وانا بشطب كده الحوض عايزه اكلمكم في موضوع. في بنوته كتبت لي كومنت بتقولي انتي طريقتك غريبه واسلوبك غريب، يعني انت فرحانه ان انت ما عندكيش لبس طويل ولا الكلام ده؟ بصوا هقول لكم على حاجه، انا دي مش اول قناه ليا على اليوتيوب، انا كان عندي قناه قبل كده بس ما كنتش بشتغل عليها زي دي، فالمهم قفلتها.
انا كان وزني 104. فطبعا الناس كلها عارفه ان انا كنت تخينه، حتى اول فيديوهاتي ليه يرجعوا لها هتشوفوا ان انا كنت مليانه عن كده كتير. فما كنتش بظهر بوشي ولا بظهر بجسمي ولا خالص الكلام ده. فالمهم موضوعنا الاساسي يعني اللي انا بتكلم فيه عشان ما تتوهوش مني، انا بخرج كده الشارع، يعني انا بنزل زي ما انا كنت بصور كده او زي ما انا طالعه كده، بنزل زي ما انا لابسه كده بالظبط بنزل الشارع. فطبيعي ان انا اللي بنزل بيه الشارع والناس كلها بتشوفني فيه، طبيعي جدا ان انا اصور بيه فيديو. يعني انا بلبس التربو مش عشان انا بصور، انا بنزل كده بيه الشارع. فانا اهلي بيتفرجوا عليا، بابايا، مامتي، اخواتي، جوزي، صحابي، ناس كتير قوي بتشوفني وبتتفرج عليا لانه عارفين ان انا عامله قناه فبيشوفوني. فطبيعي ان انا هبقى واخده بالي كويس جدا، سواء بوطي سواء بقوم سواء بعمل، وخصوصا كمان وانا بعمل مونتاج ببقى مركزه جدا في التوطيه، في القوام، في الكلام ده. ردي بقى على الكومنت بتاعك لو انتي بتتفرجي عليا. انا مش بتباهى ان انا ما عنديش لبس طويل، وبعدين انا ما قلتش ان انا محجبه، انا محتشمه. لو انتي عايزه تصنفيني من ضمن المحجبين اوكي، لكن انا ما طلعتش قلت يا جماعه انا محجبه، انا بني ادمه محتشمه لحد ما ربنا ان شاء الله باذنك يا رب يهديني للحجاب الصح، اللي هو ابقى لابسه الطرحه مغطيه نازله تحت صدري، ابقى ما بلبسش بنطلون. الكلام ده اسمه حجاب صح، ان انا ما طلعش شعري، ان انا رقبتي مش باينه، ده الحجاب. تمام. انا مش محجبه، انا بني ادمه محطوطه تحت بند الاحتشام، اللي هو انا مغطيه، مش طالعه عريانه، مش طالعه بقط، مش طالعه لابسه قصير، الكلام ده. فانتي خدتي كلامي في منطلق تاني، اللي هو انا طالعه بقول ده حجابي واذا كان عاجبكم وده لبسي وانا عندي لبس قصير وفرحانه. انا ما قلتش كده، ومفيش بني ادم عاقل هيتكلم بالاسلوب اللي انتي فهمتيه ده، مفيش اي حد عاقل على وجه الارض هيقول كده. فانا ما طلعتش قلت كده، انا كنت برد على واحده بتقولي هاتي لبس للتصوير، فانا قلت يا جماعه انا ما عنديش لبس للتصوير، انا لبسي كله كده، لبسي كله قصير، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي بالي ان مفيش حاجه تترفع، حاجه تبان. ده اقصى حاجه ممكن اعملها. فانا ما قلتش ان انا فرحانه، ولا قلت ان انا بتباهى، ولا الكلام ده. فكره ان انا اروق بسدال او البس اسدال او الكلام ده، طبعا الموضوع مرهق جدا وصعب جدا، خصوصا لما تكوني بتنضفي بقى وبتمسحي وميه وكده. الاسدال هيبقى الوضع مزري، غير لما تبقي لابسه بنطلون. هو اسلم حل ان انتي تروقي بيه هو بنطلون، لانه ولا هيجرجر في الميه، ولا حتى الفيديوهات اللي بشوفها اللي هم بيروقوا بعبايه وكده، هو اكيد وضعهم مزري يعني، لان اكيد العبايه هتتبل، هتتجرجر في الارض ايا كان. فانا شايفه ان ده اسلم حل بالنسبه لي انا، طالما انا ما بضرش عينك او بخليكي تشوفي حاجه وحشه او بخليكي ان انتي تشمئزي من منظري، فاظن ان انا ما بعملش حاجه غلط، او انا ما بعملش حاجه تضايق حد. انا اهلي بيتفرجوا عليا، اكيد اول ناس هعمل حسابهم او هخاف ان انا اغلط لان هما بيشوفوني اهلي، جوزي. فاكيد انا واخده بالي كويس قوي انا بصور بايه، واكيد انا واخده بالي كويس قوي انا بعمل ايه في الفيديوهات، وايه الحاجات اللي انا بعملها صح وايه الحاجات اللي انا بعملها غلط. فاولا شكرا جدا ان انت كتبتي كومنت، لان انا يعني ان انت كتبتيه وانا بوضح لك وجهه نظري ايه. هنا بقى نرجع بقى للفيديو. هنا طبعا التفريزات اللي انا كنت عملتها معاكم سهلت عليا اليوم. ليه بقى؟ انا حطيت الكفته اللي انا اصلا عاملاها، حطيتها في الاير فراير وسبتها، وطلعت اللحمه المفرومه اللي انا كنت معصجاها، وقلت هعمل ايه بقى؟ مكرونه بشاميل. حطيت المكرونه على النار وحطيت فيها ملح وفلفل اسود، وبعدين حطيت هنا 4 معالق سمنه بلدي، وهنزل عليهم ب4 معالق دقيق. انا بالنسبه لي هو ده المعيار الصح. في ناس بتحط 3 و3، في ناس بتحط 3 دقيق و3 و4 سمنه، كل واحد حر يعني، ده كل واحد بيعملها بالطريقه اللي بتظبط معاه، فانا الطريقه دي بتظبط معايا. هنا حسيت ان انا كترت دي شويه، فايه نزلت بمعلقه سمنه كمان. انا الحمد لله ما بيكلكعش مني البشاميل ولا اي حاجه،
الحمد لله بيطلع معايا مظبوط. بحط في البشاميل ايه عشان يبقى طعمه حلو؟ بحط مرقه وملح وفلفل و... ورشه قرفه كده، وبحط ايه بس كده، ما بحطش حاجه تاني، وملح. بيظبط معايا. وممكن احط لو عندي يعني بزياده ممكن احط جبنه بقى مثلثات، جبنه موتزاريلا، اي جبنه عندك اللي هي الكريمي يعني. ولما اكون بعمل صينيه كبيره بحط 1.5 كيلو لبن، عشان احنا بنحب البشاميل كتير. لكن انا هنا عشان هعمل طواجن صغيره حطيت 1.25 كيلو. الفكره بس ان انا ما حبيتش اعمل صينيه كبيره. ليه؟ لان انتوا عارفين ان انا ما باكلش. زمان بقى كنت بعمل صينيه عادي ممكن ناكلها على يومين يعني، لكن انا دلوقتي ما باكلش، فالصينيه ممكن تقعد معايا يومين 3 4. وانا اصلا عندي جوزي مش بيحب الاكل البايت قوي، يعني هو كبير وقوي يوم ما ياكل اكل بايت يبقى بايت يوم، لكن بايت يومين 3 دي بيبقى الموضوع صعب. فحسيت صراحه ان انا ههدر مكرونه ولبن وحاجات كده، انتوا عارفين اصلا الحاجه غاليه، فما حبيتش ان انا اهدر حاجه او ارمي حاجه. فقلت هعمل طواجن صغيره، يعني هعمل لجوزي طاجن كبير عادي، وهعمل لنا ويوسف طاجن صغير، لان يوسف اصلا ملوش تقل على المكرونه البشاميل ولا على اللحمه المفرومه. فقلت هعمله طاجن صغير بحيث حتى لو كل منه واتبقى هحط الباقي الديفا، يعني مش هيخسر في حاجه. بس الكارثه الكبيره ان انا كمان ما اكلتش، يعني انا اكلت 4 5 شوكه كده وخلاص بقى ما كملتش، لان انا بقالي كتير قوي ما اكلتش مكرونه او مكرونه بشاميل بالاخص يعني. فهنا بقى ايه، حطيت تحت بشاميل. زي ما بقولكوا احنا بنحب البشاميل كتير في المكرونه بشاميل عموما، يعني بنحبها يمكن اكتر من المكرونه كمان. فبدات ان انا ايه هنا بقى اوزع مكرونه في الطاجن، وبرضه هقوم حاطه تاني بشاميل، وبعدين هقوم ايه حاطه اللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم ان اليوم كان سهل عليا عشان خاطر ان انا دنيتي جاهزه، يعني الكفته جاهزه، اللحمه المفرومه جاهزه، هو بس يا دوب سبت المكرونه تتسلق وعملت البشاميل. الاكل ما خدش مني نص ساعه. فعشان كده بقول لكم ان التفريزات بتسهل على الواحد كتير، وبتخليكي بقى مش شايله هم اليوم نهائي يعني. هنا بقى ايه كنت بحط اللحمه المفرومه زي ما بقول لكم، ما زودتش ليوسف لان يوسف اصلا ملوش في البروتين. يوسف نباتي، يعني هو عايش على الاكل، هو نباتي، هو كائن نباتي، فملوش في البروتينات وكده، غير البانيه. يعني البانيه ياكله، لكن اي حاجه تانية ولا لحمه مفرومه ولا لحمه عاديه ولا الكلام ده ولا كفته ولا حاجه. هنا بقى كنت بظبطهم بحيث ان انا اعرف احط البشاميل، وكمان اعرف احط الجبنه، عشان ما كنتش عايزه البشاميل يقع من ناحيتين ولا الكلام ده. ف بظبطه كده عشان اعرف احط ايه البشاميل. اللي عايزه اقول لكم ان البشاميل طلع زياده كمان فاض مني، فحطيته في كيس وحطيته في الفريزر. قلت بعد كده لما اجي اعمل مره كمان عادي ازود عليه بقى، مش مشكله يعني، بس هو ما زادش كتير يعني. فهو 1.25 كيلو كان كتير على ال3 طواجن يعني. فانتوا ممكن لو هتعملوا طواجن ممكن تقللوا الكميه شويه. هنا بقى كنت بظبط البشاميل. عايزه اقول لكم انها طلعت تحفه وجوسي وطعمها خطير. انا عايزه اقول لكم ان انا جوزي بيحب ياكل في الطواجن اكتر من الصينيه، يعني يبقى طاجن لوحده كده احسن من ان انا اعملها في صينيه، فعجبته قوي الفكره دي. هنا بقول لكم بقى ان المكرونه اللي اتبقت دي هحطها لديفا. احنا ديفا عندي بتاكل اي اكل، يعني بتاكل اكل البيت، ما بعملهاش اكل مخصوص، غير مثلا ممكن اعمل لها رجول واحطها لها مثلا على المكرونه، على رز، على طبيخ، على كده، عشان البروتينات بس وتكبر وكده. هنا بقى كنت خلصت. طبعا ما حطيتش ليوسف جبنه لان هو ما بيحبش الجبنه، حطيت لي انا وجوزي بس. ده كان اكل النهارده. وعايزه اقول لكم الكفته في الاير فراير رهيبه رهيبه بجد. هنا بقى حطيت لهم شيبسي، وكان عندي زيتون مخلل طلعت. عايزه اقول لكم ان الاكل كان حلو جدا جدا بجد، والمكرونه كانت طالعه جوسي وتحفه من جوه، مش ناشفه ولا اي حاجه. هوريها لكم من جوه، بصوا كانت طالعه تحفه تحفه بجد، وطعمها كمان جميل. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو ما حطيش لايك انزلي حطي لايك، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.